بمبلغك المحدود هتقدري تجيبي 3 أجهزة مرة واحدة، عجان وخلاط وكمان مفرمة. تعالوا نشوف هنحل اللغز ده ازاي. اللغز ده بقى يا جماعة هيتحل بالعجان العملاق، عجان رفال العملاق، شكله ما شاء الله يخض. رفال حلت لنا المشكلة، جابت لنا عجان اقتصادي جدا جدا في السعر، وكمان 3 في 1، يعني كمان اقتصادي في أجهزة المطبخ. هيتركب فيه خلاط، وهو أصلا عجان بال3 أسلحة بتوعه، وكمان مفرمة اللحمة. فلما يكون عندي جهاز فيه ال3، يعني بمعنى صح يحل لي كذا مشكلة، وكمان اقتصادي في السعر، يبقى على طول لازم كلنا نجيب اليومين دول العجان العملاق. بصوا العجان عامل ازاي باللون الروز جولد الجميل اللي بجد انا عشقت اللون ده، وانتوا عارفين الكلام ده. العجان فيه الغطا الشفاف بالقواعد، القواعد اللي انتوا شايفينها دي اللي بتبقى ماسكه في الدورق، ما بتخليش ولا اي دقيق ولا اي سوائل تخرج بره. الدورق الكبير جدا جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني سعته ما شاء الله جميله. وادي كمان السرعات، متعدد السرعات، والاسلحه بتاعته زي ما انتم شايفين، الخطاف والمضرب. وادي كمان الكف، وكل وظيفه مكتوب كل قطعه غيار وظيفتها مكتوبه كمان في الضمان وفي الكرتونه. تعالوا بقى نشوف مفرمه اللحمه اللي هتشتغل معايا، مفرمه كبه في نفس الوقت. ادي كده بيجي معاها 3 وشوش، الفتحات بتاعتهم مختلفة، يعني عندي الفتحات زي ما انتم شايفين كده، كل حاجة درجة الفرم. عايزة اللحمة مفرومة خشن، عايزاها مفرومة وسط، عايزاها كمان مفروم ناعم جدا. دي القطعة بتاعة الممبار اللي بتحشيلي الممبار بمنتهى السهولة اللي في الدنيا. بصوا كمان قطعة الكوبيبة كمان معانا، والصينية الستانلس اللي بحط فيها اللحمة واقدر احطها جوه المفرمة. بعد كده عندي الخلاط، بصوا الغطا بتاعه فيه كده زي كاوتشات سيليكون محكم الغلق جدا. شايفين كمان السعه بتاعته قد ايه، التقفيل بتاعه الفينش بتاعه ممتاز، ما يخليش اي حاجه تخر وتطلع لك بره ولا الكلام الفارغ ده خالص. بعد كده الشفرات بتاعته من ستانلس ستيل الاصلي. تعالوا بقى الهديه المفاجاه لحبايب الشيف هاله، وش البسكوت اللي هيقول لهم ان احنا جايين من عند الشيف هاله هياخدوا وش البسكوت هديه. تعالوا بقى نركب كل الكلام الحلو ده ونشوف العجان العملاق من رفال شكله هيبقى عامل ازاي في الاخر. بصوا كده بنركبه كده، ده مكان المفرمه، وبعد كده بنحط الصينيه الستانلس كمان فوقيها. بقى عندي مفرمه كامله، ادي العجان وادي المفرمه، والخلاط كمان ركب، وبسم الله ما شاء الله شكله تحفه فنيه، الله اكبر عليه. ده غير السعر بقى تحفتين كمان، يعني اسالوا على السعر يا جماعه هتنبهروا بجد. يعني ال3 اجهزه اللي قدامك دول ممكن يكونوا بسعر جهاز واحد دلوقتي في السوق واقل كمان. اهم حاجه قولوا احنا حبايب الشيف هاله. تعالوا بقى نجرب كل ده عملي. ايه رأيكم نعمل حواوشي اسكندراني او لحمة بعجين مع بعض؟ نستخدم الاول العجان. حطيت كيلو دقيق، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، رشة ملح، نص كوباية زيت، وبعد كده هنعجن كل ده بكوبايتين مية دافية. حطيت الخطاف عشان دي عجينة تقيلة. شفتوا قفلت الغطا الشفاف ازاي؟ وبعد كده في الشفشق المعياري طبعا لازم استخدمه، ده الهدية بتاعتي. حطيت كوبايتين المية الدافية وبنزلهم من الغطا كده زي ما انتوا شايفين. بعجن العجينة كويس قوي لغايه ما تبقى ناعمه جدا بس مطاطيه عشان الحواوشي يطلع طري معايا. شايفين ازاي؟ وبعد كده بحط شويه زيت في الدورق بتاع العجان، واحط العجينه نفسها في الدورق تخمر براحتها، وهسيب الدورق راكب في العجان زي ما هو، زي ما انتم شايفين كده بنقطتين الزيت دول. بس يا ستي بحط عليهم كده كيسين تلاجة على العجينه، وهسيبها تخمر حوالي ساعه. في الوقت ده بقى على ما العجينه بتاعتنا تخمر، تعالوا نفرم اللحمه. انا ما عنديش لحمه مفرومه، عندي حتتين لحمه كده عايزه افرمهم. اخترت الوش الوسط، هاخد الفرم، هخلي الفرم بتاع اللحمه الوسط، هحط اللحمه زي ما هي كده بالسمين بتاعها زي ما انتم شايفين يا جماعه، عشان اوريكم قوه الموتور 2200 واط فعلي. رفال دايما متميزه معانا ان قوه الموتور، الرقم اللي بيتكتب على الموتور ده بيبقى فعلا قوه الموتور الفعليه. بعد كده اللحمه فرمتها، حطيت عليها بصل، فلفل اخضر وفلفل احمر، ملح وفلفل اسود، وشويه كبابه صيني. طالما اللحمه بلدي كده وزي العسل ما تحطيش توابل كتير. بس يا ستي العجينه خمرت في دورق عجان رفال زي ما انتم شفتوا. شايفين بس العجينه ناعمه ازاي؟ قطعيها بقى كده نصين، وكل نص
على 2. انا بعمل الرغيف كبير شويه، الرغيف كوره، مش بحط كورتين فوق بعض زي ما الناس بتعمل، لا هوريكي دلوقتي هنعمل ايه. بعد ما بكور كده كيلو الدقيق اللي اداني 6 اهو، بغطيه واسيبه يخمر. هجيب الصواني اللي هخبز فيها بحط فيها مسحه زيت بالشكل ده، وبعد كده هنجيب كوره من العجين. الكوره هي رغيف حلو كده محترم بالشكل ده، بفرده كده واروح جايبه كوره من اللحمه. شايفين الموتور الفعلي في المفرمه خلالي العجينه فيها عرق ازاي يا جماعه اهي، ولا حاطه فيها ليا ولا مزوده دهون ولا عامله اي حاجه. بصوا اللحمه متماسكه، وده بيبين لك قوه الموتور ما شاء الله عامله ازاي. بقفل كده على اللحمه، وبعدين اروح حاطه بقى ايه الرغيف كده في الصينيه المدهونه زيت بالشكل ده على الوش كده، وبالراحه سنه سنه كده اسايس الرغيف لغايه ما يفرد معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. الله اكبر عليه. العجينه طالعه تحفه من عجان رافال، واللحمه طالعه تحفه من مفرمه رافال، ولسه الخلاط هعمل لكم فيه حاجه حلوه قوي مع الحواوشي الجميل ده. بدهن الوش لبن بيدي حمار وحلاوه كده للحواوشي، وفي نفس الوقت بيديله طعم غني جدا. رشه سمسم ورشه حبه البركه، وعلى الفرن على اعلى درجه حراره. الخلاط بقى ميه وسكر، بضربهم كويس قوي لغايه ما السكر يدوب في الميه. بصوا الغطا عاجبني قوي. بعد كده تلج وليمون وكام ورقه نعناع اهو. ضرب لي التلج قدامكم، التلج مع الليمون، بس الاول دوبنا السكر في الميه. ادي الخلاط وقوه الخلاط. كوبايتين طعمين بقى كده، بحط فيهم سيرب نعناع من تحت، وبعد كده بروح مزوده الليمون الساقع اللي اتضرب مع التلج. واروي عطشك يا عطشان. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. حطوا بقى النعناع كده والشاليمو، وشوفوا الجمال والعظمه اللي عملناها النهارده مع عجان رافال العملاق. هسيب لكم اللينك، واسالوا على العجان واسالوا على سعره. كلنا محتاجينه عشان نفرم اللحمه في البيت، ونعمل كمان الكفته في البيت، وما نحتاجش ابدا ان احنا نفرم بره ولا نجيب مفروم جاهز. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب دايما مع رافال وكل اجهزه رافال الجميله معيدين. سلام عليكم.